بيقول لك ان عشوائيه البدايات بتجيب نهايات فاشله. في خطوه واحده لو عملتها قبل ما تكتب سكريبت او تمسك كاميرا هتضمن ان فيديوهاتك تروح في حته تانية. بص يا صديقي العزيز، دي رساله جات لي من عميل بعد ما استلم الاستراتيجي والجولز اللي حاطينها لشغله. قبل ما نقول يا تصوير وقبل ما نكتب كلمه واحده في اي سكريبت لازم نقعد ونحدد ايه النتائج اللي احنا محتاجينها من الفيديوهات دي وايه الخطه اللي هنمشي عليها. طبيعي جدا لما تسلم الاستراتيجي او البلان لاي عميل حتى ولو كانت الخطه دي مظبوطه بنسبه 90%، لازم العميل يحط عليها تعديلات حتى ولو كانت بسيطه، لانه هو ادرى منا بتفاصيل البيزنس بتاعه، وممكن كمان من خلال المناقشات نوصل لنقطه احنا ما كناش شايفينها. بس هنا لما تعمل شغل متعوب فيه ومبني على دراسه صح، العميل بيستلم البلان وبيحس بالفخر وبيحس بالارتياح الداخلي تماما، لان هو شايف مستقبله مكتوب قدامه. ونصيحتي هنا ليك يا صديقي العزيز، اياك تبدا كتابه اي افكار او اي سكريبت بشكل عشوائي. حدد اهدافك وحدد الجولز الاول، ابني استراتيجيه واضحه وبعدين انطلق. وعشان كده لو عايز تعرف ازاي تخطط للبراند بتاعك وتعمل له استراتيجيه تجيب عملاء صح، يبقى اتبعني. ومن موقعي هذا احب اقول لك ان احنا بنساعدك ان انت تبني براند لنفسك او تعمل ماركتنج لشغلك، من اول الفكره للسكريبت للتصوير والمونتاج للانطلاق على السوشيال ميديا. ده كان شوت قهوه بعرس الدرش، تابعني واستنى الشوت الجاي.